اهلا وسهلا بكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على احسن الاحوال. تحت الطلب ديال العديد من المتتبعين ديالي اللي دائما مسانديني ومتابعين الفيديوهات ديالي والمستجدات، طلبوني قالوا لي كيفاش نقدروا ننجحوا في الاختبار الشفوي بعد اجتياز الاختبار الكتابي بنجاح. الور، اول نقطه اللي غتركزوا عليها هي الثقه في النفس. يعني مع تدخل اون فاس جيري ولا لا كوميسيون خصك تكون تايق في نفسك، في المشي ديالك، في الشوفات ديالك، في الجلسة ديالك. يعني اول حاجة، اول بروتوكول هو انك ما تدخل تحل الباب، ما تجلش حتى تطلب منك اللجنة انك تفضل، وما تكونش يعني مع اللجنة بحال تهضر معهم بحال صحابك ولا معارف. حدود، يعني بروتوكول ما كتعرفهم ما كيعرفوك، سؤال جواب سؤال جواب، مع الاحتفاظ بواحد الابتسامة خفيفة تظل، يعني ماشي تديرو ديك الابتسامة او ديك الضحكة المعايقة. اوكي، حيت شحال من واحد كيتقصى بهاد الغلط او هاد الخطأ، كيدخل كيبقى كيتصوب بزاف مع اللجنة، كيبقى يضحك يطلق اللعب. نو، جلس برزانة، اليدين ديالك ما يكونوش مجموعين، يعني حاول تطلق يدك، حاول لو ستريس تجيريه، حاول تشوف اللجنة توزع النظرات. كان جوج وزع عليهم نظرات بجوجهم، كانوا ثلاثة كذلك، كانوا أربعة.